بصوا كاتبه لكم هنا وصفه النجاح. هديك خطه عمليه تخليك تخش سنه 25 مقبل على الحياه. خد بقى قهوه كده. يلا نبدا الفيديو ده عشان ما يجيش عليك يوم 1/1/25 وتحس بندم كبير وتحس باحباط وجلد ذات ان انت ما حققتش اي هدف من اللي انت كان نفسك تحققهم. وخصوصا لما تقعد بالليل كده يوم 31/12 ولا 1/1 وتلاقي الناس عماله تنزل على التايم لاين بتاعها كم الاهداف والانجازات والفلوس اللي عملوها، وانت او انتي محلك سر. عايزين نغير الاسطمبة دي كفاية، وعايزين احنا كمان نكون مع الناس اللي بتنجح وبتحقق اهدافها كل سنة. الفيديو دوت ان شاء الله هديك خطة عملية تخليك تحقق ولو جزء صغير من اهدافك، تخليك تخش سنة 25 مقبل على الحياة ومبسوط وحاسس ان انت حققت ولو جزء بسيط جدا من اهدافك. تعالوا نبدأ من الاول. عايزين كده نطلع الورق القديم بتاعنا اللي احنا كتبناه في اول السنة وكتبنا فيه اهدافنا، ونشوف ايه الاهداف اللي احنا كنا حاطينها في اول السنة وكان نفسنا قوي نحققها السنة دي. وهنجيب الورقة ديت ونشوف الاهداف اللي احنا كنا حاطينها ونعمل لها زي مينيمايزيشن، تقليص كده وتصغير بما يتناسب مع ال4 شهور الباقيين في السنة. على سبيل المثال انا كنت حاطط ان انا هقرأ مثلا 20 كتاب السنة دي، فانا فاضل لي 4 شهور في السنه. خلينا نقلل الهدف ده وهيبقى ان انا مثلا هقرا 4 كتب في الاربع شهور دول. انت قد يبدو ليك ان بس كده الهدف ده يعني هو ده اللي هيبسطني وهينجحني. ده اللي هيبسطك وهينجحك. هيجي عليك يوم 1/1/25 وانت قاري 4 كتب وحاسس بحماسه وانجاز، احسن ما يجي عليك يوم 1/1 وانت ما حققتش حاجه، ما عملتش حاجه، ولا وصلت الربع الهدف اللي انت كان نفسك توصل له. على سبيل المثال انا كنت حاطط ان انا اخس 20 كيلو السنه دي. حط هدف ان انا في ال4 شهور دول عايزه اخس بس 4 كيلو. ال4 كيلو دول يبينوا لك ان هم مش هيفرقوا في شكلي ومش مش هحس باي تغيير، بس هم مش بس هيحسسوك بالانجاز وان انت حققت حاجه ونجحت، لكن هيدوك دفعه قويه انك تفضل مكمل في رحله الانجاز ديت. طيب فلنفرض بقى ودول كتير ما كتبناش اصلا اهداف في اول السنه وبدات السنه تفرط مننا وقربت تخلص واحنا ما كتبناش اي حاجه ونفسنا نحقق حاجه السنه دي. هديكم ابسط طريقه ممكن نكتب بيها اهدافنا ونقدر نمشي عليها. الخطه دي كنت اتعلمتها من دكتور اسمه ايهاب فكري، كان بيقسم حياه الشخص على 4 اقسام. يعني هنجيب ورقه وقلم، ورقه كده حلوه بيضه، ونقسمها 4/4: قلبي، عقلي، جسمي، جيبي. ال4 اقسام دول، وفي كل قسم من دول هكتب هدف واحد بس. طب انا لو هنشوف الفريق التاني اللي هو كان كاتب اهداف كتير في اول السنه، اوكي هات الاهداف بتاعتك وقسمها على كل مربع. شوف انت في قسم العقل اللي هي بتاع الدراسات او المذاكره او الكورسات او اللغات، اي حاجه خاصه بالعمليه الذهنيه وحطهم فيها. من ناحيه اهدافك مع علاقتك بربنا حطهم في حته قلبي. اهداف من ناحيه الفلوس هنحطهم في ناحيه الجيب. اهداف من ناحيه ان انا عايز اخس او عايز اكل صحي، عايز اروح الجيم، هحطها في حته جسمي. طيب وبعد ما نجيب الاهداف اللي احنا كتبناها دي وحطيناها قسمناها على ال4 اقسام، هبتدي اعمل لها فلتره واسال نفسي ايه اللي لو حققته في كل قسم، ايه اكتر هدف لو حققته في القسم بتاع مثلا عقلي انا كده ساتيسفايد جدا ويعني فرحان قوي بنفسي. هدف واحد بس. يعني بعد ما نكتب الاهداف هنختار منهم هدف واحد بس في كل قسم. اوكي، طب انا واحد ما كتبتش الاهداف اصلا، يبقى خلاص اكتب هدف واحد بس في كل مربع من المربعات دي. هدي مثال عشان نعرف نتخيل الموضوع. الورقه اهي قسمناها. هكتب مثلا في جزء العقل ان انا اوصل لليفل، انا مثلا في ليفل A1 في الانجليش، هدف ان انا اوصل لليفل A2 في الانجليش. طيب القسم مثلا بتاع قلبي، انا والله بصلي على سطر واسيب سطر، يبقى اذا هدفي في ال4 شهور دول في علاقتي مع ربنا ان انا احافظ على الصلاه في ميعادها. اوكي، هدف واحد. طيب
في جزء بتاع جسمي انا هدفي ان انا كان نفسي اخس قوي السنه دي، حلو، لسه فاضل 4 شهور ما خلصتش مننا السنه، هحط ان انا هخس 4 كيلو، هدفي ان انا اخس 4 كيلو السنه دي في ال4 شهور دول، ادي هدف في الجسم. طب في الجيب، والله مثلا انا بقبض حتى 2000 جنيه، احوش منهم 100 جنيه. وممكن نعمل تركايه حلوه، هي ان احنا نربط الجيب بالعقل. يعني ممكن احط هدف في قسم العقل يصب في الجيب. ازاي؟ انا واحد مثلا مرتبي قليل جدا، او طالب، او لسه متخرج وعايزه ازود دخلي، فممكن احط هدف يربط الاتنين ببعض. ازاي؟ ان انا احط هدف في العقل ان انا اتعلم لغه، بحيث ان انا امتهنها تدخل لي فلوس. هياخد مني وقت الموضوع، بس خلال ال4 شهور دول هكون اكتسبت مستوى او مستويين في اللغه. بلاش اتعلم الكونتنت كريشن، اتعلم الكوبي رايتنج، اتعلم اي حاجه في قسم العقل تصب في الجيب. فاهمين؟ فيبقى احنا كده ضربنا عصفورين بحجر واحد. طيب احنا كده وصلنا لايه؟ وصلنا انه انا كده بقى عندي هدف في كل قسم من الاقسام دي. ده الشكل الايديال للاهداف اللي ممكن نحققها في ال4 شهور دول. طب لو هتسالني انا كاسماء، لو انا فعلا ما حققتش حاجه طول السنه وفاضل لي 4 شهور، هعمل حاجه كده، هكتب الاهداف في ال4 اقسام، وانا قدرتي كبني ادم، مش انا اسماء، كاي حد فينا يقدر يشتغل على ال4 اهداف دول في ال4 شهور دول، مفيش اي مشكله. ولكن عشان برضو يعني نزنق نفسنا في الكورنر، وهتشتغل يعني هتشتغلي، خلينا نقول ايه، ان انا هختار وقتها عشان ما يبقاش ليا اي حجه وانضبط. يعني انضبط ان انا هختار هدف واحد رئيسي. هسال نفسي سؤال: ايه اكتر حاجه لو السنه دي انتهت وكنتي حققتيها هتكوني فخوره جدا جدا بنفسك ومبسوطه على الاخر، يعني مش عايزه حاجه تاني؟ ايه الحاجه اللي حققتيها هتحسي بالشعور دوت؟ ابتدي تقلب بقى في دماغك او في دماغك ايه الهدف دوت من ال4 اقسام دول، واختاري واحد منهم يبقى هو دوت الهدف ده اللي له الاولويه الاولى، اللي هيروح له 70% من مجهودي للهدف ده. اوكي، خلينا نحط مثال مثلا على صناعه الفيديوهات. اوكي، انا الهدف اللي هيخليني مبسوطه قوي ان انا بقالي كتير مثلا عايزه اعمل فيديوز، عايزه اصنع محتوى، عايزه وما بعملش حاجه. خلاص، يبقى هو دوت اكتر. بعد ما سالت نفسي السؤال اللي هو طب انت ايه اكتر حاجه هتبسطك لو خلصت السنه دي وانت محققاها؟ والله ان انا اعمل فيديوهات. اوكي، هناخد الهدف ده ونحط معظم طاقتنا في الهدف ده، وبقيه الاهداف هناخد منها هنقللها قوي، لدرجه مثلا ان انا لو خسيت كيلو في ال4 شهور هبقى فرحانه. لو انا في قسم الجيب ما حوشتش حاجه مش مشكله، بس المهم ان انا اعمل فيديوهات. المهم انك تختار في اخر الموضوع خالص قدرتك جايبه انك تمشي على ال4 اهداف. اوكي، حاسس انك هتلعب برضو في ال4 شهور وممكن يعدوا منك كده، خليهم حتى ولو هدف واحد انت عارف انك لو مشيت فيه خطوات هتحس انك فخور جدا بنفسك، وانه انا ماشي كده على التراك مظبوط. بعدين عايزه اقول لكم على حاجه: اوعي او اوعى ابدا في حياتكم تستقلوا المجهود الصغير. المجهود الصغير ده هو اللي هيوصلك للقفزات اللي انت نفسك تحصل لك واللي بتشوفها عند الناس التانية. صدقني مفيش حد في الدنيا حصل له قفزات الا لما كان بيشتغل بالساعات وبالايام وبالشهور ويمكن بالسنين كمان من غير ما يتشاف خالص. وعلى الصعيد الاخر، لو كنت بتشوف حد حصل له نطه فجاه كده، لو رجعت وراه تاني هتلاقيه اختفى، مش موجود. النجاح بتاعه كان لحظي وانتهى. لكن اي حد حقق نجاح كبير واستمر لفتره، هو كان بقاله سنين بيبني في النجاح ده. كان في قصه افتكرها لمهندس كان نفسه يشتغل في ناسا، كان نفسه يبقى رائد فضاء في ناسا. خلاص، الشخص دوت فضل يقدم كتير كتير واترفض، يعني كل ما ناسا تنزل برنامج يقدم فيه ويترفض، لحد ما في مره جات له شغلانه في مكان كويس، بس مش ده حلمه برضه، بس جات له شغلانه في مكان كويس. المهم اشتغل، وهو راح يقدم ورقه خلاص ان هو اتقبل في الشغلانه، دخلوه قسم يعني اللي هو بيعمل فيه ايه بالظبط، مش هيشتغل كمان مهندس فيه بعد ما كانت الوظيفه في الاول كده، لا ده هو هيخش المكان هيصور ورق. هو مهندس بس هيدوله مهمه ان هو يصور ورق.
يصور قد ايه؟ كل يوم يصور من الورقه الواحده 100 نسخه. تخيل، هي دي الشغلانه بتاعته. واحد خريج هندسه كان حلمه يشتغل في ناسا، في الاخر بقت شغلانته ان هو بيصور ورق، من كل ورقه 100 نسخه. يعني احباط وحزن على كم المجهود والتعب والحلم اللي ضاع، وكمان شغلانه ممله ملهاش اي 30 لازمه. ده في نظر اي حد فينا. طب هو عمل ايه؟ هو فعلا كان حاسس بكل الكلام ده، بس كان بيشتغل الشغلانه بتاعته بضمير وما سابهاش. فضل يصور الورق يصور الورق. من تصويره للورق اكتشف غلطه بيعملوها المهندسين التانيين في الجهاز، بتخلي ان يعني حاجه كده مش فاهماها قوي، هي ميكانيكيه، بتخلي الاختراع اللي هم عايزين يعملوه ما بينجحش. هو اكتشف الغلطه دي اثناء تصويره للورق وهو بيشوف المستندات. راح فعلا لرئيس العمل ووراله الغلطه فين، وفعلا مشي وراه الراجل واتاكد ان كلامه صح. وبعد الغلطه دي اللي اكتشفها، اللي هو المدير اللي في الشركه ده عينه هو بقى رئيس المهندسين، بقى هو التيم ليدر بتاع المهندسين. فشوف، انت ما تستهنش ولا انت تستهيني ابدا باقل مجهود بتعمليه، لانه في الاخر هتلاقيه ربنا حوشهولك وظهر لك في حته انت مش متخيلها اصلا. بصوا، كاتبه لكم هنا وصفه النجاح. هي بتتكون من 5 خطوات، احنا هنقول 4 منهم بس النهارده. اول حاجه احنا ذكرناها بشكل تفصيلي في الاول، بس انا هقولها لكم تاني. انك تبقى اول حاجه عارف انت عايز ايه، انك تحدد هدفك. ايه الحاجه اللي انا عايز اوصل لها؟ ايه الهدف اللي السنه دي لو عدت السنه دي عليا وحققته هكون في قمه الانبساط؟ ده رقم 1. رقم 2، انك تعرف انت واقف فين وفاضل لك قد ايه عشان توصل لهدفك ده. وده اللي هياخدنا نمبر 2 برضو في صناعة الخطة. بعد ما كتبت هدفي في الأقسام ال4 هعمل ايه؟ أعرف أنا واقف فين دلوقتي، وأشوف فاضل لي قد ايه عشان أوصل للهدف ده. مثال على موضوع الوزن، أنا دلوقتي مثلا وزني 70، وعايز نفسي كان حلمي في أول السنة إن أنا أوصل 60. أوكي؟ بس اللي بعد ما خلصنا الهدف بتاعنا قلنا ان انا لو خسيت في ال4 شهور دول 4 كيلو انا كده تمام جدا. يبقى انا دلوقتي 70، هدفي ان انا اوصل 66. المسافه اللي من هنا لحد هنا تتطلب مني ايه خطواتها؟ والله ان انا مثلا اكل 12 ساعه واصوم 12 ساعه، اكل اكل صحي بس مش هاكل اكل من بره، هشترك في جيم او مش هشترك في جيم. عايز ابسط على نفس الخطوات جدا جدا جدا، وهو ده السر اللي بيخلي الناس تنجح في اهدافها، ان هم بيبسطوا خطوات الخطه بطريقه كبيره جدا. يعني انا مش هروح جيم، امال هعمل ايه؟ همشي مشي سريع في البيت، هشغل اللي هو ووك ات هوم على يوتيوب وامشي مشي سريع. اوكي؟ كل ما سهلت على نفسك خطوات الهدف كل ما وصلت له بسهوله. يبقى تاني خطوه احنا قلنا ايه؟ ان احنا نعرف احنا واقفين فين دلوقتي وفاضل لنا قد ايه، او ايه اللي ناقصنا عشان نوصل للهدف بتاعنا. اوكي؟ فاحنا قلنا هناكل اكل صحي، مش هناكل اكل من بره، هعمل ووك ات هوم، هصوم 12 ساعه مثلا، وهكذا. فهنمسك كل هدف احنا حطيناه في كل قسم واعمل له 3-4 خطوات. ابقى لازم خطوات الهدف تكون واضحه ممسوكه. انا دايما بقول للكلاينتس بتوعي في الجلسات، الحاجه اللي احنا ما نعرفش نمسكها بايدينا، ما نعرفش نقيسها، مش هنعرف احنا وصلنا لايه، مش هنعرف نقيس النتيجه. فلازم يكون قدامنا خطوات ملموسه حقيقيه نقدر ننفذها، عشان في الاخر اعرف انا وصلت لفين وتقدمت كام خطوه. تالت خطوه، طب لو انا ما عنديش معلومات كافيه عن الهدف اللي انا عايزه احققه ده هعمل ايه؟ هبتدي ادور على فيديوهات لناس حققت الهدف بتاعي واشوف حققوه ازاي واتبع الخطوات بتاعتهم. ده ابسط طريقه لتحقيق اي هدف في الدنيا. رابع نقطه هي لما تحس ان انت بدات تشتغل على نفسك وتحس ان انت فرحان قوي ان انت عدى يوم 2 3 وانت ملتزم بالخطه، ممكن يجيلك حاله هبوط وتبطل. ففي حاجه لذيذه كده بتتقال، يقولك ايه؟ حين تظن انك وصلت للقمه اعرف ان وقتها انت محتاج تبذل مجهود زياده. فاوعوا تنخدعوا باول كام يوم حصل فيهم موتيفيشن وان انا فرحان بنفسي وبحقق او يعني مشيت في الخطوات كويس. لا، كمل، عشان الوقت دوت ممكن الشيطان يوسوس لك او يوسوس لك وما تكمليش الخطه اللي انت بداتيها من الاول. ملخص الموضوع، احنا فاضل في السنه 4 شهور، يعني 120 يوم.
لو اشتغلت على هدفك ساعة واحدة بس في اليوم، هتخلص السنة وانت اشتغلت على هدفك دوت 120 ساعة. يعني هتبقى من مستوى جاهل او مش عارف في الحاجة اللي انت عايز تتعلمها لمستوى متوسط. متخيل؟ وطبعا كل ما زودت عدد الساعات كل ما مستواك عالي في المهارة ديت، وانت اللي بايديك الاختيار.